السلام عليكم ورحمة الله. متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. طبعا احنا الفترة اللي فاتت كنا مشغولين باللي بيحصل في مترو اسكندرية وكوبري المنظرة والكلام ده. لدرجة ان انا نزلت لكم جزء اول عن حدائق انطونيادس، وكنتوا منتظرين الجزء الثاني بتاع الحدائق، ولسه في جزء ثالث. الجزء الثاني النهارده معانا حديقة الورد، دي حديقة جوه حدائق انطونيادس، وفي لسه حديقة اللي فيها التماثيل. حديقة بتاعت التماثيل دي فيها تماثيل أساطير رومانية وتماثيل لشخصيات معاصرة، هنبقى برضو نتفرج عليها في فيديو في الجزء الثالث. الجزء اللي معانا اللي هو الجزء الثاني حاليا ده حديقة الورد. طبعا احنا شفنا الفيديو بتاع انطونيادس كانت الدنيا زحمة ازاي، لان وقتها كان وقت برضو اجازة نص السنة. في وقتها كانت الدنيا بره زحمه، لكن لما دخلنا حديقه الورد بصراحه كانت الدنيا زي ما انتم شايفين كده على الوضع اللي احنا شايفينه. الدنيا فاضيه، هاديه شويه، ممكن كان يعني الاولاد تلعب بقى براحتهم من غير خوف حد يتوه حد كده. لكن ممنوع لعب الكوره جوه وكده، ويجروا ورا بعض بيلعبوا العاب عاديه بتاع مش عارف ايه، حديقه عاديه يعني. طبعا عشان يحافظوا على الزهور والورود اللي فيها. زي ما احنا شايفين طبعا بعد التطوير شكلها بقى حاجة تانية. في برضو كافيه جوه تبع هيلنان فلسطين، عنده سندوتشات وعنده عصاير وعنده شاي وقهوة وكده، وعنده كرواسون وباتيه والحاجات دي. أسعاره برضو معقولة. طبعا زي ما احنا شايفين اهو، بصراحة كانت حديقة جميلة جدا. الواحد استمتع بصراحة جوه الحديقة دي. الدنيا كانت كويسة، هادية. الناس اللي بتحب الهدوء وكده بعيد عن الزحمة والدوشة. دي كانت حديقة جوه حدائق انطونيادس. طيب نرجع نتكلم معاكم مثلا عن انطونيادس وقصر انطونيادس. طيب القصر ده اتأسس اصلا او اقيم في عهد محمد علي باشا، وفي عام 1860 في عهد الخديوي اسماعيل عهد الى الفنان الفرنسي بول ريشار بانشاء الحدائق كنموذج مصغر من حدائق قصر فرساي بباريس، التي أقام بها الخديوي إسماعيل أثناء زيارته لفرنسا. طبعا كان الخديوي إسماعيل عايز يحول القاهرة أو مصر لقطعة من باريس زي ما كان بيقول، فعشان كده أنشأ يعني حاجات كتيرة شبيهة بباريس، حاجات في مصر الجديدة وحاجات قعد ينشئ في قصور وينشئ في اماكن جديده، وكلها بنفس النمط الفرنسي او النمط في باريس. تمام. بالنسبه بقى للقصر ده، لما جه في عهد الخديوي اسماعيل انشأ الحدائق حواليه وكده، كانت مساحه الحدائق حوالي 50 فدان. وصلت مساحه الحدائق نتيجه التوسعات التي امر بها الخديوي اسماعيل الى مكان نادي سموحه حاليا. يعني كانت انطونيادس دي تمتد لغايه نادي سموحه، واضيف وقتها عدد كبير من الاشجار والنباتات النادره الى الحديقه، حيث عرف عن الخديوي اسماعيل ولعه بصيد الطيور. وانتقلت ملكيه القصر والحدائق الى احد الاثرياء، وهو البارون اليوناني جون انطونيادس، وده اللي اتسمت على اسمه الحدائق، يعني ما كانش اسمها انطونيادس في الاول. كان البارون اليوناني جون انطونيادس عام 1860 انتقلت الملكية الأصول ليه القصر والحدائق. تمام. وبعد كده انطونيادس فضل لغاية ما توفى في 1895، والحدائق راحت لابنه أنطوني، اللي نفذ وصية والده بإهداء القصر والحدائق إلى بلدية الإسكندرية عام 1918. بلدية اسكندرية دي يعني محافظة اسكندرية. تمام. طيب احنا لغاية هنا هنقف معاكم، وهنكمل معاكم في الجزء الثالث، وهنشرح معاكم برضو تاريخ الحدائق والقصر في الفيديو اللي جاي بإذن الله. معانا طبعا فيديو
في الجزء الثالث عن التماثيل اللي موجودة جوه حدائق أنطونيادس. خليكم معانا بإذن الله وانتظرونا في الجزء الثالث، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم.